السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بنوع من انواع البسكوتات السهلة السريعة اللي هتقدري تعمليها لولادك في المدارس، وهنعملها كمان النهاردة بطريقة تشكيل جديدة لنج، يعني محدش عملها قبل كده. طريقة تشكيل بحاجة كده موجودة في كل بيت، هتستغربوها شوية لكن بجد طلعت معايا البسكوت في منتهى الجمال. قد ايه حلو وهش وناعم جدا. فيلا بينا ندخل بقى على الفيديو عشان نعرف طريقته ومقاديره. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا كده بيضة بدرجة حرارة المطبخ، هحط عليها نقطتين من الفانيليا، وكمان معايا هنا نص كوباية من السكر البودرة، سواء بودرة او سكر عادي، يعني هما الاتنين ممكن يمشوا، لكن السكر البودرة هنا فايدته ان هو بيديني نعومة للبسكوتة بتاعتي، بيخليها ناعمة. هنبدأ بقى مضرب يدوي عادي جدا، نخلط البيضة مع السكر اللي احنا حطيناه ده كويس جدا جدا لحد ما يبدأ البيض معايا لونه يفتح ويبقى هش كده ولونه فاتح. تمام، شايفين انا بخلطه ازاي بالمضرب اليدوي؟ محتاجتش بقى لا مضرب كهرباء ولا عجان ولا حاجة. بعد كده هنزل بنص كوباية خليط ما بين سمنة وما بين زيت. لو حابة تخليها نص الكوباية دي سمنة براحتك، عايزة تخليها نصها كلها زبدة برضو براحتك، عايزة نصها كله زيت برضو براحتك، على المهم تكون المادة الدهنية نص كوباية. هنبدأ ننزل بيهم كده ونبدأ نخلط السمنة على الزيت اللي احنا حطيناهم دول مع المكونات اللي قبل كده ونخلطهم كويس. بعد كده هنحط رشة من الملح، ومعايا كمان المكون اللي هيدي طعم حلو جدا للبسكوت ده وهو بودرة الكاسترد. حطيت هنا منها معلقتين كبار من بودرة الكاسترد. طب انا يا شيماء ما عنديش بودرة كاسترد، فممكن تعوضيها بمعلقتين كبار من النشا، سواء ده او ده بيدي هشاشة للبسكوتة بتاعتي كده ويخليها طعمها حلو. هنبدأ بقى نخلط الكاسترد كويس جدا مع البسكوت بتاعي، ونبدأ بقى في إضافة الدقيق. أنا حطيت هنا في الأول كوبايتين كده من الدقيق، وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما تحطيش معلقة صغيرة كاملة، حطي نص معلقة بس علشان ما تضيع لناش الرسمة اللي احنا هنعملها. كمان بدأت كده اقلب الاول بالمعلقة لحد ما حسيت يعني خلاص ان بدأ الدقيق معايا يختفي. بعد كده بدأت اعجن بقى بايدي عشان اشوف ملمس العجينة محتاج مني دقيق تاني ولا لا. رحت جاية حاطة كمان نص كوباية من الدقيق، يعني المجموع كله كده في التوتال كله في المجموع كوبايتين ونص من الدقيق. عجننا خلاص العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وقد ايه طلعت حلوة جدا جدا. شايفين العجينة قد ايه ناعمة وطرية في نفس الوقت وحلوة قوي، يعني فعلا العجينة كانت ممتازة. هنجيب بعد كده بقى صاج اللي احنا هنحط فيه البسكوت بتاعنا، لازم ندهنه كده دهنة بسيطة من الزيت علشان البسكوت بتاعنا ما يلزقش في قلب الصاج. دهنة بسيطة جدا بالفرشة كده. يبقى احنا كده حضرنا الايه الصاج بتاعنا ومعانا العجينة، وجبت كمان طبق فيه معلقة كده كبيرة من الكاكاو. يا ترى المعلقة دي هنعمل بيها ايه بتاعت الكاكاو دي؟ هقول لكم دلوقتي حالا. هنبدأ بقى ناخد كده من البسكوت قطع صغيرة ونبدأ نكورها كده ما بين ايدينا الاتنين. وبعد كده هنجيب بقى معانا مشط. المشط ده انتوا فاكرين ان احنا بنستخدمه في المطبخ فقط لا غير، عملت بيه كذا حاجة معاكم قبل كده. هبدأ احط السنون بتاعت المشط كده في الكاكاو ده، وبعد كده هنبدأ نغرزها في قلب الكورة بتاعة البسكوت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان تديني الشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هاجي بصبعي كده الصغير ده واروح جاية عاملة حفرة كده في نص البسكوت. طبعا الحفرة دي بعد كده هنحشيها حاجة بعد كده برضو هتبقى شكلها حلو جدا وظريف. برضو هعمل معاكم واحدة تانية. هتجيبي قطعة من العجينة بتاعت البسكوت وتكوريها، وبعد كده هتقسمي العجينة دي بالسنون المشط كده ل8 أجزاء زي ما انتوا شايفين. بتعمل شكل حلو وحاجة بسيطة ما كلفتنيش أي حاجة خالص. تمام اهي. وبرضو بتحطي صبعك في النص عشان تغرزيها او تخليه في حفرة في نص البسكوت. طبعا دي طريقة تشكيل انا وريتها لكم جديدة، فاي حد عايز يعمل طريقة تشكيل تانية براحتك، يعني مفيش اي مشكلة. لو مش عاجباكي طريقة المشط فممكن تعملي باي طريقة تانية انت حباه. خلصنا الطريقة دي خلاص وعملنا الصاج كله مليناه بالطريقة دي وشكلناه كله. هنبدأ بقى ندخله على فرن سخن على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت الأول، أول ما يستوي من تحت هنطفي تحت ونشغل بقى الشواية عشان ياخد لون ذهبي بسيط جدا من فوق.
ده كده شكله اول ما طلع من الفرن. قد ايه شكله كان جميل جدا جدا، شكله كده كان يفتح النفس. قد ايه شكله حلو وجميل، والرسمة طلعت فوق الرائعة وجميلة. هنجيب بعد كده معايا هنا نوتيلا. انا كان عندي اصلا نوتيلا، رحت جايه مسيحاها كده على حمام مائي، ورحت جايه حطاها في كيس حلواني صغنن كده، ورحت جايه فتحه منه صغيره، وبدات احط في الحفره اللي احنا كنا حاطينها في النص دي، مليت بيها الحفره دي نوتيلا. طب انا مش عندي نوتيلا يا شيماء، اعمل ايه؟ ممكن تحطي مربى، ممكن تسيحي شوكولاته خام وتحطيها، ممكن ما تحطيش حاجه خالص عادي وتسيبيه كده براحتك خالص، مفيش اي مشكله. تمام. انا بديكي بدايل كتير للي حابب يعني يعمل اي حاجة من الحاجات اللي انا بقول عليها دي. خلصنا خلاص الكمية كلها وحشيناها كده بالنوتيلا، وده كده شكله قد ايه جميل جدا جدا جدا، وكان طعمه فوق الرائع وجميل. الكاسترد عطاله طعم جميل قوي للبسكوت، وعطاله كمان لون مصفر كده من جوه، وشكله كان حلو قوي قوي. بس كده يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وفاتكم، ولو عجبكم هتنسوني بقى في لايك وشير واشتراك للقناه، وهتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. اشوفكم في فيديو جديد.